اللغط كبير الفترة اللي فاتت صفقة حامد حمدان في الأهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز ولا هيطلع بره. رقم واحد، رحت للمقربين من حامد حمدان قالوا لي إن عنده عرض من السواحل الليبي 2 مليون دولار، منهم يا باشا مليون دولار أول ما يوقع. وقالوا لي إن اللعيب لو بيدور على المادة كان خلص يعني عرض ما يترفضش. رحت للمسؤولين في نادي الزمالك قالوا لي إيه؟ حامد حمدان مش هيلعب في مصر إلا للزمالك. الأهلي موقف حامد حمدان، ديانج جدد، انا شايف ان حامد حمدان صعب يروح الاهلي. ديانج ما جددش، فرص حامد حمدان قويه جدا، لكن الموضوع مش هيتساب لنهايه السنه. في يناير حامد حمدان كده كده ماشي من بتروجيت. حامد حمدان قريب جدا 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 من نادي الزمالك، واقرب من الصيف، اقرب من الصيف. حامد حمدان قريب جدا 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 من نادي الزمالك، واقرب من فترة الانتقالات الصيفية. احنا بنتكلم النهارده اهو، وقبل حوالي اسبوعين يعني على يناير. انا بقول لك حامد حمدان قريب جدا لنادي الزمالك عن اي نادي تاني. المشهد اللي موجود لما رحت اتكلمت مع كذا طرف وكذا جهة خاصة بالموضوع، انا بقول لك حامد حمدان بنسبة تتجاوز 90% في نادي الزمالك خلال يناير المقبل. والزمالك دلوقتي بيشتغل انه يوفر قيمة الصفقة كاش لبتروجيت، يدفع حوالي 20-25 مليون جنيه كلهم كاش لبتروجيت، وياخد الاستغنى بتاعت اللعيب ويخلصوا بشكل رسمي. اللغط كبير الفترة اللي فاتت صفقة حامد حمدان في الأهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز ولا هيطلع بره. رقم واحد، رحت للمقربين من حامد حمدان قالوا لي إن عنده عرض من السواحل الليبي 2 مليون دولار، منهم يا باشا مليون دولار أول ما يوقع. وقالوا لي إن اللعيب لو بيدور على المادة كان خلص يعني عرض ما يترفضش. رحت للمسؤولين في نادي الزمالك قالوا لي إيه؟ حامد حمدان مش هيلعب في مصر إلا للزمالك. الأهلي موقف حامد حمدان، ديانج جدد، انا شايف ان حامد حمدان صعب يروح الاهلي. ديانج ما جددش، فرص حامد حمدان قويه جدا، لكن الموضوع مش هيتساب لنهايه السنه. في يناير حامد حمدان كده كده ماشي من بتروجيت. حامد حمدان قريب جدا 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 من نادي الزمالك، واقرب من الصيف، اقرب من الصيف. حامد حمدان قريب جدا 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 من نادي الزمالك، واقرب من فترة الانتقالات الصيفية. احنا بنتكلم النهارده اهو